ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني قد الدنيا. سوري بقى على صوتي لان عندي برضو تعبانه، بجد تعبانه قوي، واخده الدور. بس الحمد لله. بصوا بقى، هنعمل مع بعض طاجن بسله باللحمه، وهيبقى طعمه تحفه. اول حاجه شوحت اللحمه، زي ما كلنا بنشوحها بملح وفلفل، ورق راوي ومستكه وحبان وكده. تمام. تعالوا بقى نعمل ايه البسله مع بعض. اول حاجه جبت حله وحطيت فيها معلقه سمنه كبيره. تمام. وضربت بصلتين وثلاث فصوص ثوم في الكبه، وهنزل عليهم ايه لما السمنه تسيح. خلاص نزلت هنا بالبصل والثوم، هبدا بقى افضل اقلب فيهم لحد ما ياخدوا لون كده واشم ريحه الثوم. يعني اول ما البصله تاخد لون واشم ريحه الثوم هنزل بالطماطم زي ما انتوا شايفين كده. الطماطم انا بفرزها، يعني مش عاملاها في وقتها، يعني انا كنت مفرزه طماطم فطلعتها ايه، وهنزلها كده فوق البصل والثوم. هنا خلاص اللحمه كانت داخله في السوا، ومعايا كيس بسله بالجزر برضو مفرزاه، قطعت عليه بطاطسيتين زي ما انتوا شايفين كده مكعبات. خلاص هنا بقى الطماطم وهنا كده خلاص الطماطم اتسبكت كانت زي ما قلت فكت، لكم، هي اصلا اوريدي انا اصلا الطماطم متسبكه، انا اوريدي بدخلها متسبكه. الفريزر متسبكه وكله تمام. خلاص اتسبكت يعني وفكت. هنا بقى خلاص بغسل الخضار اللي معايا اللي هو عباره عن بسله وبصل، بصل سوري يا جماعه، انا قلت لكم تعبانه ومهيسه وكده، اللي هو عباره عن بسله زي ما انتوا شايفين وبطاطس وجزر. هحطهم بقى فوق الطماطم واسيبهم ياخدوا غلوه كده، غلوه محترمه، يعني يخشوا في ايه، البسله تستوي والبطاطس تستوي كده. هنزل عليهم بمعلقه هريسه عشان تكون سبايسي كده وقمر زيكم يا حلوين كده. وبعدين احط البهارات اللي بحطها، ملح وفلفل اسمر بس، زي ما انتوا شايفين كده. حطيت فلفل اسمر وهحط ملح. وبعدين بقى جبت طاجن القمر بتاعي، واحط عليه البسله. سوري على الشبوره اللي دخلت في الكاميرا، بس دي سخونيه البسله مش حاجه تانية يعني. زي ما انتوا شايفين كده، دي الشبوره اللي نزلت من سخونيه الاكل، يعني سخونيه الطاجن. خلاص زي ما قلت لكم اللحمه خلاص استوت، فهحطها فوق الطاجن، هرصها كده. انا مش عامله كميه لحمه كبيره لان احنا نفرين بس. تمام. هرص اللحمه وهدخلها كده في الطاجن كويس جدا عشان ايه، تاخد لون. وهدخلها تحت الشوايه بس، يعني اعلى عليها الشوايه بس، هي اوريدي اصلا كل حاجه مستويه، يعني الخضار مستوي واللحمه مستويه، فمش محتاجه ان انا اعلى عليها على الفرن من تحت، فاعلق على الشوايه بس. تمام. ايه رايكم يا جماعه؟ قولوا لي رايكم في الكومنتات، والله العظيم انا بقرا الكومنتات، وشكرا على كل حد قال لي تسلم ايدك وعاش وذوقك حلو. كل حد قال لي كلمه فرحتني بجد بجد، انا بشكركم من كل قلبي، وشكرا على كل واحد وكل واحده اتفرجت على الفيديوهات عندي وعملت لي لايكات وعملت لي كومنتات. بجد بحبكم قوي. فما تنسوش بقى اللايك في الفيديو دوت والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. خلاص غسلت الرز ورحت علقت على الرز، هبدا بقى احط شويه تمر كده في الطبق الحلو اللي انتوا شايفينه دوت، وهحطه على السفره. وتعالوا بقى اما اوريكم السفره بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده بدات بقى ارص الاطباق واحط المعالق واحط الكوبايات وكده. وهنا بقى خلاص الطاجن خرج من الفرن، قولوا لي رايكم. تحفه، وبجد بجد كان طعمه والله العظيم تحفه. ما فيهوش اي افتكاسات كتير يعني، بس هو حاجه بسيطه جدا، بس والله العظيم كان تحفه. وخلاص غرفت الرز والشوربه وحطيت الطاجن، قولوا لي رايكم لان رايكم بيهمني جدا جدا. ويا رب الفيديو يعجبكم. باي باي.